كنت قاعد على قهوة، قعدة صحاب، وقعدة الصحاب مش بتحلى من غير الأحباب. ومع الأحباب بتزيد الحكاوي، ومن الحكاوي نسمع بلاوي. واحد من الحبايب ابتدى يحكي لنا عن اللي حصل له امبارح، ويفهمنا هو ليه من ساعتها فاقد تركيزه وسارح. لما قابل صاحبه اللي كان غايب عنه من فترة، وكمن الجو كان شتا ومطرة، راحوا في مكانهم القديم الحلو عشان يخلالهم بنفسهم الجو. مكان فيه بنات وشباب من إياهم، مكان الشيطان بيلم صحبته وجاهم. وابتدى يحكي والكلام كان فيه استعراض قوة، وازاي البنات كانوا شايفينه في الموضوع ده فتوة. ده حتى الشباب قالوا عليه في شد النفس راجل عنتيل، ده دماغه ولكن فيها فيل. الولد بيشد شد يهد الجبل من حواليه هد. كان معانا 3 4 قاعدين وسامعين، ونفسهم يعملوا زيه بس مش عارفين، لكن عاجبهم جو. فدلهم على الطريق اللي هم فاكرينه صديق، واداهم تليفون الشيطان وعرفهم الزمان والمكان. ساعتها وبس فهمت حديث الرسول وهو بيقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فهمت كمان ليه هم مفسدين.